الثورة التونسية كلمة في الأصل بيزنطية، ثوريوس تونيزيوس، هي قصة شعب طالب بالشغل والكرامة والحرية. تقول بعض الألسن الخبيثة أن صورة تونس في العالم تراجعت، فحملنا الكاميرا وتجولنا نبحث عن الحقيقة. نعم، تجولنا في ربوع البلاد فلم نجد سوى الأمن والأمان ومظاهر المحبة والانفتاح والتسامح. إنجازات وإنجازات جعلت الكونغرس الأمريكي يتجاوب مع الرئيس أوباما لما قال لهم اللي حب نعملوا ترويكا كما تونس ونجيبوا محرزية وبن جعفر وإبراهيم القصاص يكتبون دستور جديد يقف. فكان الأمر كذلك. البهجة والسرور والعيد عيدين، عيد الثورة والعيد الكبير وعيد الشرعية. انظر الشيخ راشد يذبح في العلالش، بسم الله الله أكبر، انزل عليه مرة اثنين ثلاثة أربعة، العلوش مازال حي، زعما السكينة حافية والعلالش الشيخ سبيسيال. ومن هناك انتقلنا لسفارة أمريكا، حيث السفير الأمريكي عمل هو أيضا طرح مشوي واستدعى فيها المواطنين اللي جاوا والحمد لله بالآلاف. قالوا لهم اللي العلوش الأمريكي أبن من العلوش الروماني. شوفوا إذا الدخان كيفاش طالع، هذاك على خاطر العلوش الأمريكي مشحم وعنده اللية. لا، هذا ماهوش عنف، هذا مخيان. تعاركوا على شكون ياكل الكبدة. نعم، إنها تصير في كل العائلات، شكون ياكل الكبدة. هذا بوليس لابد مع الحيط يلعب في الغميضة مع مواطن، وهذا بوليس بشم بالحم العلوش ونقروا الدم. تركنا مظاهر الاحتفال في البحيرة وانتقلنا إلى منطقة شعبية دوار هيشر. نلقاو الأمن والسلفية حاطين اليد في اليد في خدمة المواطن ويطيبوله في السلاطة المشوية في الكياس. انظر، هذا مواطن يتصور مع كعبة بروكلو محروقة، وهذه مرتبات لابال خرجت الطيب في الميلفوي في الكياس باش تفرقوا على الصغيرات بلاش. هذا أمامكم ميزان العدالة الاجتماعية اللي طالب بها الشعب التونسي. فكيف إذا يقولون أن صورة تونس في الخارج سيئة؟ أين أنت يا شيخ راشد؟ أين أنت يا شيخ راشد؟ الشيخ مازال يذبح في العلوش. يا شيخ كان جات شجرة راهي تقصت، كم هي صعبة هذه الذبيحة. وصلنا طريقنا إلى جابس. هؤلاء الشباب فهموا أن الحكومة خطيئة، إنما فما شكون قاعد يحط لها في العصا في العجلة. يا أخي حرقوا العصا والعجلة باش يرتحوا الحكومة. هنا حفلات تنكرية، وهنا مسابقات في الفروسية، وهنا برامج في القنوات الأجنبية تشجع على السياحة هناك، حيث وقعت ثورة الحرية في تونس. تونس ذلك البلد الجميل الذي فيه ولد جميل الدخلاوي.